جوزك بيخونك من اول يوم جواز وتعبت ومش لاقي حل؟ انا عندي الحل. بس قبل ما اقولك على حل كملي الفيديو للاخر. في البداية لازم تفهمي اصل المشكلة. هو ايه اللي بيجبر الراجل اصلا ان هو يروح يخون؟ الراجل من وهو صغير بيبقى كل طموحاته ان هو عايز يكبر ويتجوز علشان يطبق كل حاجة شافها في الافلام الاباحية او حتى في التلفزيون. يعني اللي هتدلعه وهترقص له وهتبقى خبرة جدا في العلاقة الحميمة وهتبقى لابسة العباية الضيقة وهي بتطبخ، يعني بيتخيلها كده واحدة نسخة من اللي بيشوفها على النت. على الناحية بقى التانية الست بيبقى كل طموحاتها في الحياة انها عايزة تكبر وتتجوز علشان تخلف وتكون اسرة ويبقى عندها اولاد كتيرة. معنى كده ان الراجل والست على حسب ما بيتربوا، على حسب ما بيتمنوا وهم بيكبروا. وهنا بقى نخش للمرحلة التانية وهي صدمة الواقع. الراجل بيكتشف ان مراته دي ما عندهاش خبرة في اي حاجة، لدرجة ان في ستات اصلا ما بتعرفش تطبخ. وطبعا الست من اول يوم جواز بتبقى عايزة تحمل عشان تخلف، فاللي بيحصل في تغيير هرمونات، في عصبية، في نوم زيادة. حتى اللبس اللي انت جايباه علشان تسيري بيه جوزك ما بقيتيش قادرة تلبسيه علشان انت بقيتي حامل واللبس ضيق عليكي. فطبعا بتبقى النتيجة ان الراجل بيروح يخونها مع اقرب واحدة خبرة وفاهمة دماغه. بمعنى الست اللي بتعرف تقول كلام قبيح، الست اللي بتعرف تسيطر على دماغه وتدلعه بدون ما ترمي عليه اي لوم. وانا عارف ان كل بيدور في دماغك دلوقتي ان يا عم انت عشان راجل يعني بتبرر للرجال الخيانة، انتوا كلكم خاينين. انا ما بديش مبرر الخيانة، بس انت لازم تفهمي هو ايه اللي بيخلي الراجل يخون في الاساس. ايوه برضو انت ما قلتليش حل، يعني انا اسيب جوزي يخونني عادي وانا ابقى راضيه؟ لا طبعا ما تسيبهوش يخونك. الحل ان دورك كست ان انت تقعدي مع جوزك وتفهميه ان انا ما عنديش اي خبره في الحياه ولا في الجواز، وانت دورك كراجل خبره عني ان انت لازم تفهمني. ما انا هجيب الخبره منين؟ ما انا عمري في حياتي ما كلمت راجل قبلك. انما دورك كست بقى الاساسي ان انت لازم تتعلمي الحاجات الاساسيه لاي ست. يعني تعرفي ترقصي، تدلعي، تقولي كلمه حلوه، يبقى صوتك هادي وواطي. الحاجات دي مش محتاجه يعني تعب كتير. اما نصيحتي ليكوا، ارفعوا صوب الحياء والخجل من حياتكم تماما. طول ما انتوا عندكم خجل من بعض وعندكم حياء من بعض، صدقوني هتعيشوا حياة مملة جدا. انما وقت ما تبقى الحياة ما بينكم بسيطة ويبقى فيها قلة ادب كتير ومياصة ودلع، انا باكد لكم ان انتوا هتعيشوا احلى حياة زوجية في العالم. في النهاية بقى مستنى رأيكم في التعليقات. هل شايفين ان انا معايا حق في كلامي ولا انتوا ليكوا رأي تاني؟